اكتر سنتين عملت فيهم فلوس في سوق البورصه هي سنه 2020 و2025. سنه 2020 عشان كان وقت الكورونا، اسهم كتير نزلت اكتر من النص والناس كلها كانت متشائمه، لكن كتير قوي كانوا عارفين ان وقت الازمات بتعرف تعمل احلى فلوس. وطبعا كان الناس المتفائله اللي زيي اللي عارفين ان الكورونا دي كان مصيرها كده كده هتنتهي وكل حاجه هترجع للاول ان شاء الله، وكانت محتاجه طبعا قلب جامد شويه ان انت تعمل حاجه زي كده. لكن اللي شاف التاريخ اللي فات كله عارف ان بعد اي ازمه دايما السوق بيرجع تاني يبقى فوق النقطة اللي نزل منها ويمكن أكتر بشوية. فدخلت اشتريت بنص الأسعار دي وعملت ربح 100%. تاني أكتر سنة بقى أما ترامب الله يمسيه بالخير مسك الحكم وقعد يهوش الدول كلها إن هو هيزود الجمارك 100% و200%، وكل الدول قالت إن ده هيسبب ركود عظيم، والبورصة فعلا نزلت واتهبدت هبدة جامدة قوي في بورصة أمريكا وبورصة مصر، وبورصة أمريكا أكتر بكتير كمان. وكله قاعد يقول ان كده هي البورصه كلها هتفضل واقعه لفتره طويله. لكن انا كنت عارف او كنت حاسس، يعني مش متاكد، ان ترامب من النوع اللي بيحب يهوش علشان يعرف ياخد احسن دين. فبرضه دخلت اشتريت اسهم معينه زي تسلا وانفيديا في الوقت ده، وبرضه اشتريت ذهب وكسبت في الفتره دي حلو قوي عن بقيه السنين اللي ما بين 2020 و2025. فلو عايز تتأكد من معلومة في الفيديو ده، ان انت وقت النزول الكبير اللي ملوش مبرر قوي اعرف ان انت ممكن تعمل فلوس كتير وحلو قوي جوه سوق البورصة.